ومحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ولا شك بأن الاستغفار عبادة جليلة، وهي من المنح والهبات التي أعطاها الله عز وجل لعباده، لأن الاستغفار عبادة عظيمة يقوي الله بها القلب ويشرح بها الصدر ويثبت بها الجنان، وأيضا يكفر بها الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يروى عنه أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. والإسناد متكلم فيه. في حديث آخر قالوا قال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت الذنوب وإن فر من الزحف، وإن فر من الزحف. ولذلك أختي الفاضلة لازم الاستغفار، فإن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب بإذن الله تعالى. وقد دل على هذا عمومات النصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه.